بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. بشرح ازاي لما اجي اركب المطبخ ده. المطبخ الاسود الجلاكسي ده اخوه لسه معمول. المطبخين بتوع اتنين اخوات بسم الله ما شاء الله بيتجوزوا في نفس اليوم. زمانهم اتجوزوا كانوا بيتجوزوا في العيد. بس في فرق كده بسيط للي متابع هيعرف ان المطبخين نفس الشكل ونفس المقاسات، بس في تغيير بسيط كده في حاجة معينة تعرفك ان المطبخين مش طبق الاصل. ده اللي متابع يعني، ده لو حد شاف الفيديو اساسا يعني عشان يعرف الفرق فين يعني. ده واحد بيبيع عيش في الشارع، قصدي بيشتري عيش. آه، اسود جالاكسي. المطبخين كل مطبخ منهم 4 متر غير من غير البار. البار ده كان حاجة تانية لوحده، كان تقريبا عامل 90 سنتي تقريبا. يعني المطبخ كله 5 متر، نفس كل حاجة بس في فرق بسيط كده بسيط يعني. هنا الوزرة لما بتيجي تتلزق على الألموتال بتحط لها سيليكون بينها وبين السيراميك وبين الجرانيت وبعضه. والبار كان أعلى من الوحدة السفلى اللي تحت ديت، كان تقريبا 6 سنتي. فحطينا البار وبقى 10 على 10. طبعا هتقولوا لي ده طبعا لو حد شاف الفيديو برضه التصوير عامل كده ليه. من العبقري الجامعي استاذ احمد زكي، حاجه يعني فوق الوصف. هيعرف منين صحيح؟ الراجل جامعي. لازم التليفون لما تيجي تصور اليوتيوب تنيم التليفون، لكن فيسبوك تبقى موقف التليفون. هو كان موقف التليفون، معلومه مش كل الناس تعرفها يعني. بس المطبخ بسم الله ما شاء الله كان جميل. اللي انا بتميز بيه في شغلي الحمد لله يعني بيخلي حاجتي ما بتبص، ان انا لما باجي اعمل تفريغة حله اذا كانت كبيره ولا صغيره مش بسيب الحوض بحبسة ميه بس او افرغ وخلاص. لا، ده انا بفرغ، وقبل ما افرغ بكون عامل تخانه وبعدين حاجز ميه، وده كله بخليه ناعم وبيعيش. دي الفكره. هي الفكره في ايه؟ هنا دلوقتي بركب الوزر بعد طبعا ما قطعت شطرات، لان السيراميك عمره ما بيكون سليم. السيراميك على طول بيبقى فيه شطرات يعني مقاسات مختلفة. وهنا الصنايعي بيبان بقى ان انت تقفل صح وتخلي شغلك متين ويعيش فترة طويلة. هي بالنسبة لي بقت نقمة دلوقتي ان شغلي بقى يعيش، بس في ناس فعلا ما بتفهمش الحتة دي يعني تقول لك بس انت غالي. لا، انا مش غالي ولا حاجة، الغالي رخيص. بمعنى ان انا اعمل لك الحاجة مرة واحدة تدفع مرة واحدة اغلى من السوق شوية، بس بتلاقي الحاجة بتعيش معاك فترة اطول، مفيش منها مشاكل، مش هتصرف عليها تاني فمش هتكلفك تاني، فكده الغالي رخيص. دي الفكرة. الشكل النهائي هيبان دلوقتي. انا دلوقتي بلزق الوزرة بكل اريحية وهدوء لان انا مقطع مظبوط، والسيليكون بيقعد تقريبا ساعتين 3 قبل ما ينشف. وده الشكل النهائي. هنا البار كنت مركبه قبل كده، نضفت وظبطت وشمعت شمع سايل اللي هو الشمع الايطالي اللي انا متعود على طول اكون اول ما تخلص مني الازازه اجيبها. بكون خادم الصنفره تمام 10 على 10. في اول بديها سكوتشات ما اديهاش سمع، بس ده العادي بقى ان انا بقيت ايه اتعامل ان انا اطلع الشكل اللي انا عايزه افضل، كل مره يكون افضل ان شاء الله. وطبعا الوزره اللي كانت على اليمين دي انا قلتها فيها ايه ان فيه تلاجة فمش هيبان. بس زي ما حضراتكم شايفين كده البار اعلى من الوحدة السفلية تقريبا 6 سنتي. وهنا الفرق باين خالص عن المطبخ اللي تحت، بس فعلا كان شغل مظبوط الحمد لله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.